الحيوانات بتساعد بعض وبيعيشوا مع بعض بالمحبة. والأسد ملك الغابة متعود يعمل مسابقة كل سنة، وجي وقت المسابقة ووقف الأسد ملك الغابة ونادى بصوته على كل الحيوانات وقال: أهلا بيكم في مسابقتنا السنوية. أتمنى من كل الحيوانات إنها تشارك وتدخل المسابقة، يلعبوا وافرحوا واكسبوا. المسابقة ليها جوائز كتير، وجبات أكل وفسح وهدايا كتير كتير. وإيه شروط المسابقة السنة دي؟ ويا ترى المسابقة عن إيه؟ المسابقة السنة دي مسابقة رسم. كل واحد يجهز ألوانه وأدواته من قبل المسابقة. ممكن كل واحد يكون معاه أكتر من علبة ألوان، ممكن تساعدوا بعض بالألوان. المسابقة تبتدي الساعة 10. فعلا يا أصحابي، تاني يوم اتجمع كل الحيوانات علشان المسابقة، وكل واحد مجهز ألوانه وأدواته. والحمار حمور، والأرنب أرنوب، والقرد قرود، وكل حمار حمور والأرنب أرنوب والقرد قرود وكل الحيوانات موجودة، وفرقوا الورق وبدأت مسابقة الرسم. الله عليا وعلى رسمي الجميل، شكل رسمتي هتفوز. إيه الجمال ده يا قرود؟ إيه الحلاوة والفن ده؟ ممكن تسكت شوية وانت بترسم؟ عايز اركز وارسم حلو والون كمان. أيوة يا قرود، خليك هادي علشان باقي أصحابنا يعرفوا يركزوا. قلم اتكسر ومش معايا قلم غيره، انا كده ممكن معرفش اكمل رسمتي واخسر في المسابقة. أنا معايا أقلام زيادة، لكن مش هديله قلم عشان يخرج ويبقى كده واحد هيخسر المسابقة ويريح. ليه كده يا قرود؟ احنا بنحب بعض وعايزين كلنا نفرح ونكون مع بعض. امسك يا حمور قلم اهو مكان اللي اتكسر وارسم بيه وكمل رسمتك. شكرا يا أرنوب، بس أكيد أنت معاك قلم غيره صح؟ ما تقلقش، ارسم انت وانا هتصرف، المهم نكمل المسابقة. وفضلت كل الحيوانات تكمل استخدام الألوان مع بعض ما عدا القرد قرود، رغم انه كان معاه ألوان كتيرة لكن ما كانش بيدي حد حاجة ولا بيساعد حد. وخلص وقت المسابقة والكل سلم رسمته، وجه الأسد علشان يختار رسمة اللي فاز في المسابقة. أشكركم يا كل حيوانات غابة الحب على اليوم الجميل ده. أنا كنت بتفرج عليكم وبراقب تصرفاتكم، ودلوقتي إعلان النتيجة. أحلى لوحة مرسومة لوحة القرد قرود. أنت فعلا فنان ورسمتك جميلة وألوانها حلوة. الفايز بالجائزة الأولى هو القرد قرود. وكل الحيوانات سقفت واستلم قرود الهدية الأولى وقعد يتنطط ويلعب وكان فرحان قوي وبيغيظهم بالهدية. أنا لسه عندي جوائز تانية كتير. تاني جايزة رحلة لمدينة المرح، المدينة اللي كلها ألعاب وملاهي، ودي كل الحيوانات هتروحها عشان يلعبوا مع بعض. كل الحيوانات فرحت وهاصت بالجايزة وفضلوا يتنططوا. استنوا، أنا لسه ما خلصتش كلامي. في واحد مش هيروح مدينة المرح. اللي مش هيروح مدينة المرح هو أنت يا قرود. ليه؟ أنا عملت إيه غلط؟ أنت ما اتعاملتش بمحبة مع إخواتك وكنت أناني ومعاك ألوان كتير، لكن ما ساعدتش حد بألوان. رغم إن قلم حمور اتكسر لكن ما اديتوش قلم. تصرفك ده مفهوش محبة، كله أنانية، وعشان كده مش هتروح مدينة المرح مع باقي الحيوانات. اتضايق خالص قرود وقعد على جنبه وهو زعلان. ودلوقتي أقول لكم مين اللي فاز بالجايزة التالتة. الجايزة التالتة فاز بيها أرنوب. برافو يا أرنوب، برافو، أنت شاطر يا أرنوب. عارفين هو فاز بيها ليه؟ أيوة صحيح، يا ترى أنا فزت هو بيها فاز ليه؟ بيها ليه فعلا؟ عشان هو ساعد حمور واداه القلم بتاعه رغم إن ما كانش معاه غيره. اتصرف بمحبة عشان حمور ما يخرجش من المسابقة. عشان كده أرنوب الجايزة بتاعته إنه يطلب أي طلب
وأي حاجة وأنا أنفذها له على طول. أنا بتمنى إن الرود يجي معانا مدينة المرح وإنك تسامحه، علشان إحنا مش هنكون مبسوطين وهو مش موجود معانا. هو غلط، بس أكيد خلاص هو اتعلم من غلطه ومش هيعمل كده تاني. معاك حق يا أرنوب، أنا كنت غلطان عشان فكرت في نفسي بس، وما كانش مهم عندي أصحابي وما كنتش بحبهم كفاية. بس اتعلمت منك المحبة. أيوة اتعلمتها منك دلوقتي، وعرفت إنك حلو قوي. لما كان ممكن تطلب أي طلب لنفسك طلبت طلب عشان تفرحني أنا وما فكرتش في نفسك. إزاي قدرت تقدم المحبة دي كلها؟ أنا اتعلمت كده من أبويا الملك، هو اللي علمني إني لازم أحب كل اللي حواليا زي ما بحب نفسي، وكان دايما يقولي أحبوا بعضكم بعضا، وإن المحبة أهم حاجة في الدنيا. أوعدك يا أرنوب من هنا ورايح إني أعيش بمحبة وتعاون وأتصرف تصرفات تليق إني أكون ابن الملك. وفعلا راح كل الحيوانات مدينة المرح وكانوا مبسوطين خالص. احنا كمان يا أصحابي أولاد ملك الملوك، الرب يسوع اللي حبنا وعارف اسم كل واحد فينا وناقشنا على كف ايديه، وبيعمل كل حاجة لكل واحد فينا علشان يفرحنا. وكلنا عارفين ان الرب يسوع جه واتولد في مزود البقر علشان بيحبنا وعلشان يتصلب على الصليب ويفتح لينا السما ويفرحنا. لازم نحب بعض زي ما وصانا ربنا ونساعد بعض علشان نستاهل اننا نكون اولاده ونتصرف تصرفات تليق بينا بأولاد الملك. وأهم حاجة المحبة، لأن هو حبنا قوي قوي. باي بقى يا أصحابي علشان أروح للحيوانات دلوقتي مدينة المرح. ربي يسوع بيحبني، يملني، غفر ذنبي. ربي يسوع بيحبني، يملني، غفر ذنبي. أنط من الفرحة أمشي ورا على طول، أجري أتمم ما شئت وألف على أصحابي وأقول. أنط من الفرحة أمشي ورا على طول، أجري أتمم ما شئت وألف على أصحابي وأقول.